السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي، قناة كوكب النباتات. النهاردة معانا الفيديو. النهاردة هنتكلم عن زراعة شجرة الليمون. ببساطة جدا وباحتراف جدا ممكن نزرع أكتر من شجرة ليمون بكل سهولة، من غير ما نروح مشتل ومن نروح نشتري من أي مكان شجرة ولا أي حاجة. يعني من ليمونة واحدة في البيت وممكن نزرع بيها كذا شجرة ليمون. زي ما حضراتكم شايفين دي كلها كانت تعتبر ليمونة او ليمونتين، وخدنا منهم البذور طبعا. يعني تعاملنا كله هيبقى ان شاء الله مع البذور. هنعمل انبات للبذور عن طريق علبة طبعا شفافة، وعن طريق قطنة، وعن طريق منديل عادي من اللي احنا بنستعمله الورق. وهنستعرض قدام حضراتكم ازاي نوصل ان احنا من بذور بذرة ليمونة او بذور من ليمونة ممكن نوصل لشجر ليمون زي اللي انتوا شايفينه. وده كله، الوضع ده كله ما خدش يا دوبك هو 15 يوم بالانبات، بالزراعة، بالنمو، بكله عشان يوصل كده شجر ليمون. ونبدأ الرحلة ان شاء الله من دلوقتي. في الحديقة الخلفية نجيب منها ثمرتين ليمون او 3 زي ما احنا عاوزين بقى ان شاء الله. كده هنجيب لقيت ليمونة اهي، وفي كمان واحدة برضو. المهم هنجيب واللي فيها اللي هتبقى نضوجها اكثر هي دي اللي هنشتغلوا منها. مش شرط يعني الخضرة او اللي شكلها زاهي يعني لونها زاهي، لا. احنا ممكن نشوف واحدة تكون فيها نضوج اكتر، يعني تكون عشان البذور بتاعتها تكون خلاص بقى استوت، يعني ممكن هنشتغل منها ان شاء الله. ده طبعا شجر الليمون كله بيبقى فيه اسمار في الوقت اللي احنا فيه طبعا. فقلنا نجيب ثمرة او 2 ونبدأ مرحلة انبات البذور. جبت ثمرتين طبعا من الحديقة، وقلت نبدأ بقى نزرع شجرة ليمون، نشوف الناس بتزرعها ازاي ونزرع زيهم. وهيبان دلوقتي طبعا هنعمل ايه التعاملات اللي هنعملها مع صبر الليمون. هنجيب الليمون برضو وهنستخلص منه البذور بالراحة. وخلي بالك وانت بتقطع طبعا بالسكينة طبعا لازم تقطع داير ما يدور، بحيث ما تجرش على الثمر اللي جوه، وتحاول ان انت تجرحه او تعمل له اصابات، بحيث ان الثمر يطلع مظبوط وما يطلعش فيه اي خدوش ولا اي اصابات ولا اي حاجة. احنا نقينا ليمون طبعا يكون فيه نضوج كامل عشان نضمن ان الثمر يبقى مظبوط. ان البذور بتاعت الثمر الليمون تبقى في نضوج كامل، وتبقى بصحتها وبعافيتها كويس، عشان الانبات يبقى مراحله مظبوطه معانا. وكده بنستخلص البذور واحده واحده. انا قلت اصور كل المراحل حتى لو مراحل بسيطه، بس بحيث اللي مش محترف يتعلم ويشوف ويحاول يعمل برضه، مفيش يبقى فيش حاجه وقعت مننا. كذا بذرة دول طبعا من ليمونتين 2. كده بيبقى فيه الياف حوالين البذور. بحاول ان انا اخلص البذور منها بايدي، وهزود ميه طبعا، وهتخلص من الميه دي الميه الليمون اللي كانت موجود هتخلص منها طبعا، وهزود ميه تاني لحد ما الالياف والميه اللي هي بتاعت الليمون اللي حوالين البذور ما تنزل خالص. انا عاوز البذور يا دوبك جافه كده وناشفه، معلهاش اي مواد من اللي كانت الطبيعيه اللي هي لازقه فيها يعني. كده هغسل البذور، ودي مراحل الغسيل عشان اتخلص من من الحاجات اللي لازقه فيها طبعا. مطرح الليمونه دي كلها مراحل غسيل. كل دي مراحل غسيل طبعا عشان البذور تبقى نقيه واشتغل منها. كده بغسل بالبخاخه برضو واجدد الميه. لازم الميه تتجدد وتنزل، بحيث ان اغسل البذور لحد ما هتصفى خالص.
في مرحلة بعد كده بقى اللي هي مرحلة الإنبات نفسه، اللي هتيجي بعد كده مرحلة الإنبات. هجيب حوالي 3 مناديل فوق بعض وافرد فيهم البذور، زي ما حضراتكم شايفين كده. عملنا ال3 مناديل وفردنا البذور، وبالبخاخة هنرش مية طبعا عشان يبقى فيه رطوبة جوه. لازم يكون فيه رطوبة حوالين البذور. بعد انا ما رشيت جوه كمان المناديل دي، طبقات المناديل لازم تبقى ايه على طول مبللة طبعا وفيها رطوبة. وكده بطبقها على بعضها بحيث انا عاوز احاكي تربة بالظبط زي النفس، شبه التربة بتاعت الارض الزراعية، واعمل لها جو واعمل لها جغرافيا معينة وطقس معين، بحيث ان انا ايه البذور اديها نفس الجو ونفس كل الظروف المناخية بتاعت الانبات اللي في التربة الزراعية ليها نفسي. وجبت علبة طبعا حطيت فيها برضو قطعة قطن صغيرة عشان لو في مية زيادة تمتصها طبعا لعدم الصرف، ومنديل برضو كمان. وبعد كده نحط بقى برضو لازم نبلله حواليها، بس عاوز الجو يبقى فيه رطوبة برضو. ماشي، ده كله عشان بحاكي الظروف الطبيعية بتاعت التربة العادية والزراعة اللي في الأرض الزراعية. وكده هنقفل العلبة وهنسيبها، وكل 24 ساعة هنيجي نبخها بخة بالبخاخة مية، بحيث ان ان فيه نسبة رطوبة برضه. كده احنا بعد يوم 2 بدأنا نفتح عليه، وهنبص برضو على هنبص على البذور بدأت الإنبات بتاعها في النمو ولا لسه. كده بعد 3 يوم على ما أظن، واحنا كل يوم بنديها برضو ببخة بالرشاش بدأ الإنبات. كده الإنبات بدأ اهو، بتاعت الإنبات بتاعت بذور الليمون بدأت بعد 3 أيام الإنبات تطلع. كل واحدة بتطلع الألسنة بتاعتها اهي، بتفتح الغلافة وتطلع. اما بتلاقي ظروف تحاكي نفس ظروف الإنبات اللي هي موجودة في الأرض الزراعية والدفا والجو كله، بتقوم تنبت غصب عني. كده أنا بديها بخة برضو وهقفل عليه عشان تكمل الإنبات تاني في المراحل تانية، تاخد يوم و2 و3. وهنقفل عليها برضو ونحط المنديل ونقفل عليها ونسيبها كمان يوم أو 2 كمان ونبص عليها. الري ده ملوش دعوة، لازم هتني كل يوم لازم أرشها رشة بالمية. وده طبعا يوم تاني لازم أوصل بالإنبات لطول معين ونمو معين قبل ما أنقل في القصيصات الصغيرة. كده كبرت أكتر، النموات بدأت خلاص هي تكبر أكتر، وفي حاجات بتنمو بسرعة وفي حاجات بتتأخر شوية. برضه بتني برضه أرش مية وأحافظ لحد ما كله الإنبات يحصل، كله المتأخر والحديث وكله. كده بقى وصلت ل5 يوم، ده الإنبات بقى. شوفوا البراعم كلها طلعت اهي. وكده بدأت كده شجرة الليمون بدأت تتشكل، يعني في الورقتين فوق والجدر اللي هو الأبيض اللي شكل الناشف ده هو ده الجدر بتاع الشجرة. يعني أنا دلوقتي همسك برضو قدام حضراتكم برضو برعم أو عود أو شجرة صغيرة، وهيبان منها طبعا الجدر ويبين الورقتين ويبان الكبسولة بتاعت اللي هي في النص، الكبسولة اللي هي بتاعت حباية الليمون نفسها، بذور الليمون. كده رشيت برضو واستنيت اشوف المرحلة اللي بعدين. ده كل المراحل ده كلها انا برش رشة واحدة كل 24 ساعة في سبيل ان انا عاوز اوصل بالاستنبات ده لنمو كبير. ايوه كده مثلا، كده خلاص بدأت ده الجدر اللي هو الاصفر الرفيع، شجرة الليمون عملت جذور اهي، وده الكبسولة بتاعتي، وفوق الورقتين الخضر بتوع الشجرة. كده اتشكلت بقى شجرة الليمون زي ما حضراتكم شايفين. العلبة دي ممكن ازرع منها كذا شجرة، يعني هي دي كلها بذور ليمونتين، انا ممكن ازرع منها 10 شجرات ليمون بكل سهولة.
ممكن نحطها على سطح، ممكن نحطها في بلكونة، ممكن نحطها قدام البيت، ممكن نحطها في الحديقة لو في حديقة خلفية مثلا في البيت. المهم لها استعمالات، وحاجة مجانية وحاجة ببلاش، ومش عاوز كلفة ولا اروح اشتري من مشتل ولا كلام من ده. كده شجرة الليمون اتشكلت وبقى شكلها خلاص ظاهر خالص معانا. وكده هنبدأ بقى ان شاء الله ننقلها في قصيص مناسب، لابد ننقلها في قصيص مناسب، قصيص صغير. ما اجيبش بقى قصيص كبير واحطها فيها على طول، لان هي بتعوز شوية رعاية برضه، وشوية حساسية في التعامل معاها في الفترة الأولانية، وري، وعاوز ري بحساب، ما يبقاش ري كتير برضه، عشان دي بيبقى عمرها بسيط. شوف الجدر بتاع الشجرة كبر قد ايه. جدر ما دي شجرة بتنمو بسرعة، وأول ما بتعمل الورقتين الخضر اللي بيبقوا في القمة دول، ده أول النموات الخضرية بتاعتها، الورقتين اللي هما الأولانيين اللي فوق. الإنبات ده ميزته إن هو جميل، ما بحطش بذرة واستنى إن هي تطلع، والله أعلم ممكن ما تطلعش، ممكن الأرض نفسها أو التربة نفسها دي ما طلعتش. وده اللي أنا بقول لكم عليه، يعني ممكن أحط البذرة في تربة سمراء أو في تربة مخروطة ماشي وما تطلعش، أو ممكن بذرة واحدة تطلع وتلاتة لأ أو أربعة لأ. فالإنبات بيحدد لي كمية البذور اللي هتطلع الصحيحة، بيحدد الكمية اللي هتطلع، إذا كانت هتطلع قوية ولا مش هتطلع قوية، إذا كان هيطلع العشرة أو مش هيطلع العشرة. كل حاجة ببقى شايفها قدام عينيا، حتى لما أجي أنقل شتلي ببقى عارف أنا قدامي كام شتلي وهجهز لهم كام قصيص. إنما أنا لو زارع في بذرة على طول في تربة سمراء مش هقدر أراعيها الرعاية التامة، لأن أنا مش عارف هتطلع ولا مش هتطلع. وممكن تكون الأرض بتبقى مالحة على البذرة شوية وممكن ما تطلعش. انما كده الانبات ده متعة وحاجة كويسة يعني. اما تشوف قدام عينيك بذرة كده وتتشكل شجرة، فدي بتبقى حاجة كويسة ومتعة. دي متعة ما فيش بعدها متعة في الزراعة، وهي دي بقى متعة الزراعة نفسها. يعني انا معظم الزراعات بتاعتي كلها بشتغل بقى بالانبات. كده هنستعرض ان كل البراعم اللي طلعت من الانبات بنشوفها طبعا الضعيفة والقوية، ونستعد ان احنا ننقلها بقى في القصيص المناسب. كده انا قلت لازم افردهم قدام حضراتكم عشان تشوفوا نتيجة الايه، الانبات اللي في العلبة بالمنديل سهل قد ايه، وبيقدم معانا الغرض بسرعة. وجبنا القصيصات طبعا عشان ننقلها. شوف الجذور قوية ازاي وكبيرة بتاعت الليمون، شتلة الليمون. وكده ايه هنحاول ان احنا نتعامل مع الشتلة برضو بحساسية شوية، ونحاول ان احنا نقفل كل المسام حوالين الجذور. واما هنروي طبعا ونشبع. القصيص ده يعني قول انا اسقيهم نص سقوان، بحيث ان هو ايه اقدر افتح فيه مجال احط الشتلة ويبقى متحافظ عليه. وبعد كده هكمل الري بعد ما اخلص نقل الشتلة كلها. ده طبعا زي ما انتوا شايفين انا قصدت ان انا اسيب الانبات شوية عشان تبان الشجرة. هي ممكن تتنقل قبل كده كمان، تبان الشجرة قدامكم في الشتلة بتاعتها، اذا كان لها ورق، اذا كانت لها جدر، اذا كان لها الكبسولة نفسها اللي فيها حباية الليمون. كده يعني. وكده احنا عملنا كذا شتلة طبعا، يعني احنا لو عاوزين لحد 10 شجرات ممكن بمجانا، والنمو سريع جدا بتاع شجرة الليمون. وبكده ما تحاولش انك تشتري بقى من حد ولا من، يعني ممكن بالانبات ممكن على طول نعمل في البيت اي حاجة، اي بذور مهما تكون. كده احنا بنراوغ اهو، بنشبع شوية في المرحلة دي. كده بنروي، وهنشبع في المرحلة الأولى طبعا عشان المية تغمر جذور النبات من تحت، ولو في ثقوب هوا دخلت للجذور يبقى ايه نعرف ان ايه نتخلص من الهوا ده ونحط بداله مية.
عشان النبات يكمل معانا ويشتغل. وهنحط الشتلة دي طبعا في مكان ما يكونش حر طبعا، عشان نحافظ على الرطوبة على طول. يعني مكان مثلا فيه شوية ظل في أول يوم، بس يكون نور، أهم حاجة فيه نور. ماشي، بالنور، وما يكونش فيه ايه اي شمس، عشان الجفاف بتاع التربة، وعشان النبات بيبقى ضعيف لسه وصغير. فنحافظ عليه كام يوم، اسبوع حتى في الظل، بس مكان بيكون فيه نور، اهم حاجة النور، عشان النور ده بيشكل في النمو النبات كتير يعني. فاحنا بنساعدوه بالنور، بلاش الشمس في الاول. طبعا النبات ده لسه الكبسولة بتاعت بذرة الليمون لسه موجودة عليه. هو بتخلص منها لوحده بعد كام يوم. ممكن انا اشدها بالراحة كده عادي يعني. والنبات طالما انبت وكبر خلاص وبقى على كذا ورقة. ودي كده يبدأ المراحل النمو بتاعة شتلة الليمون، تبدأ من دلوقتي ان شاء الله. وكبرت زي ما انتوا شايفين كده. دي شتلة الليمون بعد حوالي 15 يوم من النقل. وهي لسه ما زالت لسه برضه في مكان ظل مراوحا كده، ما بين ظل وما بين شمس بسيطة. يعني الشمس ممكن تيجي ساعات بسيطة خالص. أهم حاجة الظل والنور في المرحلة اللي هي الأولانية. وأما تقوى طبعا هنطلعها في الجو الطبيعي اللي هو الشمس العادية. زي ما انتوا شايفين كده. كل قصيص ممكن يكون في شتلة واحدة، ممكن في شتلتين، حسب ما أنا عاوز. وبعد كده هنقل براحتي. بس كده بياخد رعايته كلها طبعا في نفس القصيص. كده الرعاية كلها ياخدها، وأنا أقدر أتحكم في رعايته. إذا كان في ري، وطبعا مفيش أسمدة دلوقتي نهائي لسه، ولا بعد شهرين على ما النبات يجمد شوية وجذوره تمدد في المكان اللي هتنيل له. وأتمنى إن أكون وصلت لكم معلومة صح تستفادوا منها إن شاء الله. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. وما تنسوناش طبعا في الاشتراكات واللايك والشير ودعم القناة طبعا، عشان القناة محتاجة لدعم حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.